الآن هاي المركبة تضبط وتسلم للمركز الأمني، تحجز مدة 24 ساعة، والمركز الأمني الآن بحيلها لإدارة الترخيص. صلاحية المركبة عنصر رئيسي بالحوادث اللي بتقع اللي بتصير على الطريق. من هنا ارتأت مديرية الأمن العام أن تكون في حملة، لأنه تم رصد عدد من المركبات المنتهي يعني ترخيصها. بعد لما في ترخيص أو الشخص بيراجع الترخيص بصوب أبضعه، الآن أنا بتأكد أن هاي المركبة فنيا قادرة على المسير على الطريق، وبالتالي أنا بضمن أنه هاي المركبة الآن تم تأمينها، وبالتالي أنه حقوق الأشخاص اللي بيسوقوا أو بيستخدموا الطريق الآن محفوظة كسائق مركبة أو حتى يعني مستخدم هاي الطريق. إذا المدة من يوم لشهر، إذا منتهي ترخيص المركبة من يوم لشهر هذا تحرير المخالفة. إذا من شهر لأقل من 3 شهور برضه يتم تحرير المخالفة، تحجز الرخص وتحول لإدارة الترخيص من أجل أنه هذا الشخص يراجعها ويصوب وضعه. لغاية من شهر ل3 شهور. أقل من 3 شهور. نعم. أكثر من 3 شهور الآن هاي المركبة تضبط وتسلم للمركز الأمني، وتحجز مدة 24 ساعة، والمركز الأمني الآن بحيلها لإدارة الترخيص. بإدارة الترخيص بالعادة بالمرة الأولى يتم يعني منحه 14 يوم يعني تصويب الوضع. لتصويب أوضاعه.